الابتسامة عمرها ما كانت مجرد شكل. الأسنان ليها دور مهم جدا في حياتنا اليومية. بنمضغ بيها الأكل، بنتكلم بيها بوضوح، وبنبتسم ونضحك من غير ما نفكر. لكن أوقات بيحصل فقدان لسنة أو أكتر، سواء بسبب تسوس شديد، التهاب لثة، أو مرض، أو حتى حادث. وقتها الشخص بيبدأ يدور على حل يعوض الأسنان دي علشان يقدر يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي. طب إيه الحلول اللي عندنا؟ عندنا 3 طرق أساسية: زراعة الأسنان، التركيبات الثابتة، والتركيبات المتحركة. في الفيديو ده هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل وبأسلوب بسيط. خلينا نبدأ بزراعة الأسنان. الفكرة الأساسية إنها بتعوض الجذر اللي اتشال، مش بس الجزء الظاهر من السن. بنحط دعامة صغيرة جدا من مادة قوية وآمنة زي التيتانيوم جوه العظم. الجسم بيستقبلها وبيتأقلم معاها، وبعد فترة قصيرة العظم بيبدأ يلتئم حوالين الدعامة وكأنها جزء طبيعي منه. بعد كده بيتركب فوقها تاج على حسب مقاس ولون الأسنان التانية عشان الشكل يطلع طبيعي جدا، وده بيخلي الشخص يحس إن عنده سن جديد مش مختلف عن باقي أسنانه. الزراعة مش بس حل تجميلي، هي كمان وسيلة تحافظ على صحة الفم والفك، لأنها بتشغل العظم وتمنع ضموره مع الوقت. عشان كده ناس كتير بتسميها الحل الأقرب للأسنان الطبيعية. ننتقل للتركيبات الثابتة. النوع ده بيبقى مناسب لما يكون فيه أسنان سليمة حوالين الفراغ. الفكرة إننا بنستخدم الأسنان اللي جنبه كدعامة، وبنركب عليهم تيجان متصل على شكل كوبري يعوض السن المفقود. التصميم بيكون معمول بدقة علشان يوزع الضغط بشكل متوازن، والمريض يقدر ياكل ويتكلم من غير أي قلق. التركيبة الثابتة بتتثبت بمادة خاصة، وبتبقى جزء من الأسنان، مش بتتشال ولا تتحرك، وبيكون شكلها متماشي مع الأسنان الطبيعية، لدرجة إن صعب أي حد يلاحظ الفرق. عشان كده كتير من الناس اللي عندهم فقدان سن أو 2 بيلجأوا للطريقة دي. أما التركيبات المتحركة فهي حل عملي ومرن، وبتتعمل مخصوص لكل مريض على حسب حالته. لو في فقدان كبير في الأسنان، أو حتى فقدان كامل للفك العلوي أو السفلي، الأطقم بتكون حل ممتاز. الأطقم بتتركب على اللثة وبتتعامل معاها بشكل مريح، وكمان بتدي شكل للأسنان الطبيعي. في أطقم جزئية بتعوض جزء من الأسنان المفقودة، وفي أطقم كاملة بتعوض كل الأسنان في الفك. الجميل فيها إنها بترجع للمريض القدرة على المضغ والتحدث، وكمان الثقة في ابتسامته. ومع إن في ناس ممكن تحس إنها تقليدية شوية، لكنها لحد النهاردة حل مهم جدا في طب الأسنان. يعني نقدر نقول إن حلول تعويض الأسنان متنوعة وبتناسب كل حالة. عندنا الزراعة اللي بترجع لك سن كامل بجذر صناعي، والتركيبات الثابتة اللي بتعتمد على الأسنان اللي حوالين الفراغ، والتركيبات المتحركة اللي بتساعد لما يكون في فقدان أكبر في الأسنان. كل واحد من الحلول دي ليه تفاصيله ومميزاته الخاصة. ولو عايزين تعرفوا أكتر عن كل نوع لوحده، إيه خطواته وبيتركب إزاي، هتلاقي شورتس عن كل نوع بشكل منفصل وسريع. تابعني لو مهتم تعرف أكتر عن صحة الفم والأسنان.